بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات وآراء. هل المغرب دولة إسلامية أم علمانية؟ هذا السؤال لطالما طرح من لدن عدد من الفاعلين في مختلف المجالات. لقد نص الدستور في تصديره بكل وضوح أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، وفي فصله الثالث على أن الإسلام هو دين الدولة والملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. لكن على الطرف الآخر فبالنسبة للادينيين فالمغرب مرجعيته مقيدة ومؤطرة بمبدأ سمو المواثيق الدولية على الدين والعرف والمذهب المالكي وكل ما هو وطني مغربي، سواء كان من الثوابت أم من التقاليد. وبمناسبة التعديلات المرتقبة والتي ستطال كل من مدونة الأسرة والقانون الجنائي، نتابع اليوم تصاعد النقاش حول المرجعية التي يجب أن تؤطر هذه التعديلات. وأمام هذه التجاذبات والاختلافات يبقى التساؤل عالقا: هل هناك تناقض حاصل في موضوع المرجعية بالمغرب؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فكيف يمكن التعاطي معه؟ ثم هل المرجعية الكونية التي يستند إليها الفصيل العلماني ويرفع من خلالها عددا من المطالب حاكمة على المرجعية الإسلامية وثوابت البلاد؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول أن نبحث لها عن إجابات مع كل من الأستاذ إبراهيم الطال مدير جريدة السبيل، والدكتور طلال الحلو المحلل الاقتصادي والباحث في قضايا الفكر المعاصر. مرحبا بالضيفين الكريمين. مرحبا بكم سيدي طلال. مرحبا بكم أستاذ إبراهيم. مرحبا سيدي. أبتدئ معكم دكتور طلال. كثيرة يعني النقاشات اللي كانت مرة كتكون في المجتمع، منها النقاشات المتعلقة بالمدونة، بالقانون الجنائي، الحرية الفردية، ولكن إذا ما حددناش المرجعية كما يقول بعض المثقفين، المرجعية اللي غنطلقوا منها غنبقاو دائما في واحد الحالة ديال الشروط. بالنسبة لكم واش كتشوفوا أن سؤال المرجعية أساسي ومحوري في كل نقاش؟ وفعلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قضية المرجعية هي قضية محورية لأسباب كثيرة. أولها أننا في هذا العالم بعد الخمسينات والستينات يعني صرنا في واحد النوع من الفكر السائل، يعني كل شيء قابل للنقاش وكل شيء نسبي وكل شيء يمكن إعادة نقاش، يعني إعادة طرحه فوق طاولة. كل شيء قابل للنظر. كل شيء قابل للنظر وكل شيء نسبي. خداو واحد المسألة اللي هي يعني من المنظور الفيزيائي في واحد الإطار وحطوا على العلوم الإنسانية والاجتماعية والدينية وصار كل شيء نسبي. يعني كاين شي مرجعيه اللي كينطلقوا من هاد الناس اللي كيقولوا ان كل شيء نسبي؟ لا، كل شيء نسبي هي المرجعيه ذاتها ان ما كاينش شي حاجه سميتها الحقيقه. فبالتالي ملي كتحط ان المرجعيه هي لا مرجعيه، فبالتالي المرجعيات كتولي مرجعيات مؤقته. ولذلك يعني قال عبد الوهاب المسيري في الاسئله من اهم الاسئله التي يعني يجب ان تطرح في هذه النقاشات الفكريه هو سؤال المرجعيه، بمعنى الى اي شيء نستند في فصل خلافتنا، والا كيبقى كلام يعني كلام مقاهي. يعني انا اظن هذا وانا ارى هذا وانا في رايي كذا وانا كنظن كذا، كتبقى مسائل يعني نقاشيه نسبيه ما كاينش فيها واحد الامكانيه الحسم. لماذا؟ لان ما كاينش مرجعيه، فبالتالي الا ما كانش مرجعيه ما كاينش حاجه سميتها حقيقه. فهذا هو يعني في الغالب فصل المرجعيه قبل الدخول في النقاش واجب. ولذلك يعني في هذه النقاشات من الضروري ان الانسان اللي قبالتك ملي كيقول لك يعني انا ارى كذا مثلا في القانون ولا في الحجاب ولا في العلاقات الزنائيه ولا في اي حاجه، كيقول لك يعني انا رايي كذا وكذا وكذا، ما خصكش تدخل معه في النقاش. خصك اولا تقول له ما هي المرجعيه. واش مثلا انت كتامن بالمذهب كذا كذا؟ واش ما كانت السنه مثلا عندك؟ واش انت مسلم ولا ماشي مسلم؟ ربما ما كانت الدين اصلا قبل ما هذا كانت هذا هو فعلا يعني. فبالتالي كتمشي مع تدريجيا. الا كان الانسان مسلم يعني سني ويعني معترف ما اتفقت عليه الامه، فهذا يعني عندك واحد الاساس معه مشترك. الا ما كانش هذا الاساس مشترك خاصك تسال المرجعيه ماشي الفرع، لان الفرع غيبقى ديما كيختلف. دكتور طلال. استاذ ابراهيم، كنظن بان المغرب بتاريخه العريق ومجده وإسلاميته اللي ربما 12 القرن، يعني سؤال المرجعية لا زال مطروحا اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، لا شك أن سؤال المرجعية هو من أهم الأسئلة التي تواجه سواء الحكومة المغربية أو الشعب المغربي. يعني الآن أمام هذا الصراع المحتدم نجد أن كل الملفات التي يدور حول الصراع سبب الصراع فيها هو عدم تحديد مرجعية معينة للتحاكم إليها.
وهذا كيخلق واحد، وهذا الامر هذا اتفق عليه الجميع، لان سواء الفصيل الاسلامي ولا الفصيل العلماني تيقول لك هناك تناقض في المرجعيه اللي غنتحاكموا لها. ولهذا الصراع الان على اشده، خصوصا مع هذه المرحله اللي احنا فيها ديال التعديل ديال المدونه واللي فيها التعديل ديال القانون الجنائي. فسؤال المرجعيه لا بد ان يحضر في كل النقاشات ولا بد ان يحسن. ورأيي أن هذا الحديث هذا هو الذي يجب أن تتناوله كل الأطراف بالنقاش. هل لدينا مرجعية يتحاكم إليها أم لا؟ يعني قبل ما ندخل في نقاش الحرية الفردية ولا غيرها، نعم نتكلموا على القضية المرجعية. علاش؟ لأن مسألة المرجعية تحدد الموقف، والموقف يحدد التشريع، والتشريع يحكم المجتمع. إذا المرجعية هنا لها واحد الأهمية خاصة جدا جدا جدا. الإشكال، هل المغرب، هو سؤالك، هل المغرب واش عنده مرجعية ولا ما عندوش مرجعية؟ أكيد عنده مرجعية. المغرب ماشي سقط متاع يلا جا البارح ولا ما بين الدول ولا يلا خلقاتو سي سبيكو. المغرب راه عتيق جدا، راه تتبدا فيه الدولة من 172 هجرية، يعني من اللي جا مولاي إدريس الأكبر وتأسست الدولة وبايعت القبائل الأمازيغية اللي دخلت في الإسلام قبل ومن بعد. إذا حنا بالنسبة للمرجعية واضحة عندنا. واخا استاذ ابراهيم، في هذا الاطار اسمح لي المقاطعه، دابا منين مثلا ندخل الاسلام للمغرب، شنو كان التحكم المرجعيه اللي كانت تيتحكموا لها خلاص ما نقدروش نتكلموا على مرجعيه وحيده في بدايه دخول الاسلام للمغرب. علاش؟ لان كانت طوائف كثيره، كانت البروطيين عندهم مرجعيه، وكانت الادارسه عندهم مرجعيه، وكانت بعض الطوائف التي تحكم حتى هي كانت عندها مرجعيتها. لكن مع توالي الازمان وتوالي الدول توحدت المرجعيه الاسلاميه في المغرب. اللي بغينا ناكدوا عليه في خصوص هذا النقطه هي اننا يعني بغينا نقولوا 13 القرن 172 وحنا جايين حتى استقرت المرجعيه الى غايه دخول الاحتلال، وحنا عندنا مرجعيه وحده للتحاكم. الا كنا كنقولوا ان اللي تيحكم هو السلطان، ولكن اللي تيحكم في الامور ديال العامه الناس هم القضاة كانوا يحكمون بالمذهب المالكي، وهذا شيء ما يمكنش اننا نختلفوا عليه، لان كتشهد عليه الاستاذ برا باش نقربوا المشاهد. دابا المواطن المغربي كان تيمشي للقضاء المحكمه كيحكموا عليه بالمذهب المالكي. هكا كان المغرب قبل الاحتلال، بطبيعه الحال قبل 1912. قبل 1912 كان دائما، بل بقى حتى من بعد 1912. ماشي قلنا ان هناك قطيعه مع الشريعه الاسلاميه. ولهذا كاين واحد النقطه مهمه جدا خصنا نستوعبوها، واللي كيحاولوا ينكرها عبثا بعض العلمانيين، هو ان الظهير البربري كان سببه هو التفرقه ما بين شكون؟ ما بين الامازيغ وما بين العرب على اساس مرجعيه التحاكم. فقالوا بان، وهذا كان يعني في بدايه الاحتلال ظاهر اخر قبل اللي كان اسس الظهير البربري، بان العرب يتحاكمون، الامازيغ يتحاكمون الى اعرافهم، والعرب يتحاكمون الى الدين الاسلامي. اذا سؤال المرجعيه واجهته الاداره الفرنسيه منذ دخولها الى المغرب، يعني كان مخطط. ثم عملت خلال مكوثها في المغرب من الى حسبنا غير من 1912، ما لقيناش نحسبوا من 1907 لان ما كانش عندها قوه كبيره من ناحيه التشريع، لكن عندنا 44 سنه عملت على ضرب الهويه المغربيه. والهويه المغربيه تتكون من عنصرين: العنصر الاول اللي هو الاسلام، والعنصر الثاني اللي هو اللغه. لهذا نجد ان مشاريع الاحتلال كلها دارت على هذه جوج ديال الامور، وان فعل الحركه الوطنيه كلها الا بغينا نقولوا منذ نشاتها وقبل نشوئها سبب يعني المقاومه المسلحه اللي كانت ديك الساعه كانت لانهم كانوا ينظرون بنظره ان الكافر دخل الى بلاد الاسلام ويريد ان يحكمهم بدينه او بمنهجه. فهذا هو اللي كان. بعد هذه اللمحه التاريخيه ديال الاستاذ ابراهيم الطالب اللي قدمها الاستاذ ابراهيم الطالب، الدكتور طلال، شنو هي المرجعيه اليوم اللي كيعتمدها المغرب في التشريعات والقوانين ديالو؟ هو كاين واحد الاشاره دستوريه اللي شرتي لها، اللي هي الفصل الثالث من الدستور، ان دين الدوله هو الاسلام. ف يعني وكتبقى اماره المؤمنين هي كما قال ملك البلاد في الخطاب: لا احل حراما ولا احلل حلالا، لا احرم حلالا. فبالتالي بما ان عندنا هذه المساله التي تحكم، فهذه كتكون كنوع من المرجعيه النهائيه. لكن البرلمان هو في سن القوانين ديالو في الواقع ما كيرجعش للمجلس العلمي الاعلى مثلا في كل قانون. ولذلك كنشوفوا مع بدايه الاحتلال 1912
1913 قانون الالتزامات والعقود مباشره، الفلوس الماده. شنو اللي كيحكم قانون الالتزامات والعقود؟ يعني المرجعيه ديال اللي جابها المحتل الفرنسي، ابتداء لو كود دي زوبليغاسيون اي دي كونطرا. فبالتالي ملي جينا لهذا القانون الالتزامات والعقود، مثلا في واحد القضيه اللي ديالنا ان الجوج ديال المتعاملين شخصيه ذاتيه ما يقدرش يدير قرض ربوي بيناتهم، لكن مع يعني اون بيرسون مورال، يعني شخصيه معنويه ممكن، وهذا فتح الباب للبنوك واللي جات بعض الخزيرات الى غير ذلك. فبالتالي كنشوفوا ان الواقع ما كيرجعش دائما للمرجعيه اللي هي المرجعيه الاسلاميه في التفاصيل ديال القوانين فكمنظومه. ولذلك نقدروا نقولوا ان كاين واحد النوع من الاختلاط، كاين واحد النوع من المزيج بين المرجعيه النظريه اللي هي المرجعيه الاسلاميه التي اسست الدوله، والواقع اللي نباثق من مجموعه ديال الاشياء اللي سنها مثلا المحتل الفرنسي. فمثلا ملي كنشوفوا العلاقات خارج اطار الزواج هي تجريم متفق مع الشريعه الاسلاميه كونها جريمه، ولكن العقاب تغير. فبالتالي كنشوفوا نوع من المزج بين واحد الممارسات اللي هي جابها المحتل الفرنسي وواحد النظريات اللي هي متجذره في الدوله المغربيه، اللي هي لا يمكن ان نقول ان الدوله يعني علمانيه هكذا نظريا وتطبيقيا، لان تحليل الحرام وتحريم الحلال غير ممكن نظريا. كيبقى التطبيقات فيها مجموعه ديال الاشياء، وكما قلنا يعني مثلا البرلمان ملي كيسن القوانين ديالو ما كيرجعش دائما يعني الاصل انه ما كيرجعش للمجلس العلمي الاعلى بالنسبه للقوانين، ولكن في الدستور لا يمكن ان تتناول الاحكام المتعلقه بالدين الاسلامي من طرف اي حزب سياسي. لا طبعا يعني ما يمكنش حزب سياسي يتقدم بمقترحات تمس الدين الاسلامي. طبعا هو هذا يعني طبعا هذه المساله يمنعها، ولكن ملي كتشوف حزب سياسي مثلا كيدير قانون الماليه وكيوافقوا عليه جميع الاحزاب، وقانون الماليه مثلا في اطار اقتصاد يعني فيه اقتراض من البنك الدولي، فيه اقتراض من الاسواق الماليه، فيه يعني اشياء تتعلق بالربا، بالميسر مثلا، بالتبغ، بالخمر، بالغرق، يعني هذه اشياء اللي الواقع ساريه في الواقع. ولذلك بحال ملي كتشوف مثلا كتشوف الاماكن اللي يباع فيها الخمر، هو نظريا تباع لمن؟ الاجانب، ولكن ملي كتمشي تشوف واقعيا تباع لمن؟ فهنا كتكون واحد لا ديسونونس كوغنيتيف، واحد الفصل، واحد الانفصام بين الاسس. هذه الاسس لاش راجعه الهويه والكنه الذي تاسست به الدوله المغربيه، اللي هو الهويه الدينيه اللي هي البيعه، واللي هي يعني إمارة المؤمنين والسلطان والبيعة إلى غير ذلك والأحكام الشرعية. فالبيعة تقوم على ماذا؟ تقوم على أن السلطان يعني غتكون أي مثل الدولة والمواطنين، وغيحكم وغيحميهم في مقابل أنه يحكم بالشريعة، أنه يحكم على سنة الله ورسوله. فلكن كاين واحد الفصل، واحد الانفصام ما بين النظري في بعض المجالات والتطبيقي. اكيد. استاذ ابراهيم، حين نتحدث الدستور، حين نتحدث على ان الاسلام هو الدوله، ضروري نحددوا شكون مدى هذه الدوله ومن يمثلها. اذا اردنا الحديث عن من يمثل الدوله، فبطبيعه الحال خصنا نرجعوا لتعريف الدوله. فاللي كيمثل الدوله في تكوينها الدستوري مثلا تنوجدوا بان الدوله في تعريفها الدستوري انها تتكون من الارض والشعب ونظام الحكم. هادو ثلاثه. الا بغينا نربطوا هذا السؤال ديالك بالقضيه ديال المرجعيه والقضيه اللي تكلمتي الفرعيه اللي تكلم عليها السي محمد طلال مشكورا، كنوجدوا بان الدوله دازت من المغرب بمرحلتين، ولا بد في هذا الموضوع ديال المرجعيه خصوصا وما يجري الان ان لا بد من الرجوع فيه الى التاريخ، لان ما نعيشه الان هو كل نتائج ديال مراحل تاريخيه تاسست فيها شويه. اذا الدوله حنا كدوله بمفهومها الان اللي هو كاين دابا وبجسمها الان هي تاسست بعد الاحتلال،
وهي الدولة الحديثة اللي أسسها اليوطي باش نكونوا واضحين. وإلا عدد الوزارات وطريقة الاشتغال والمنهجية الاشتغال والنظام المالي والنظام الاقتصادي والنظام العسكري والقانون الجنائي، هذا الشيء هذا ما كانش. اللي كانت الدولة بمفهومها التقليدي. فالعالم تغير يعني قبل ما يدخل الاحتلال بواحد القرون، لكن احنا احتفظنا ونظرا للتخلف اللي كان حقيقه عند المسلمين احتفظنا بداك الجسم القديم. ولهذا لما جاء الاحتلال لقى واحد القبول في اصلاحاته، لان العذر ديال دخول الاحتلال، دخول الحمايه، شنو هو القيام باصلاحات من اجل استرداد الديون التي اثقلت كاهل المغرب. اذا الدوله لما جاء اليوطي نظر إليها ما هي المرجعية، والسؤال كي نربط ما بين هذا السؤال والسؤال الأول، ما هي المرجعية التي استند إليها اليوطي في تأسيس الدولة المغربية الحديثة؟ شنو هي المرجعية سي إبراهيم؟ بطبيعة الحال هي كانت مزيج ديال نابليون. لا، من غير أنا بغيت نمشي لشيء آخر. هو أن اليوطي تبنى سياسة مع السلاطين وسياسه مع الشعب اللي هي كتسمى السياسه مع الاهالي، وكان كيحاول ما امكن انه يحافظ على كل ما هو ديني، لان النص ديال الحمايه اليوطي هذا لان نص الحمايه ينص على انه يجب احترام الدين ويجب عدم المساس به واحترام السلطان وحمايه السلطان وعدم المساس بالاعراف، هادشي كله منصوص عليه. لكن الآلة الفكرية والسياسية الفرنسية اشتغلت من أجل أن يلحق المغرب ثقافيا وتشريعيا وبلا ما نقولوا عقديا، وإن كان التنصير حتى هو كيتم، لأنه هو كان يحاول أن يستعمل التنصير من أجل تفتيت مركزية العقيدة الإسلامية في بعدها ديال الولاء والبراء عند المغاربة فقط. فكان هذا التنصير، إلا أن الدولة تأسست شوية بشوية، فهو دار إصلاحات في جميع القطاعات وبنى إدارات وبنى أمور. وباش نرجعوا للكلام اللي قال السي طلال، هو مهم جدا، هو ان القوانين اللي دارت من اجل الاصلاحات، لان القانون ديال الالتزامات والعقود اللي تحدث عليه السي طلال راه ملي جا في 1913 راه جا لانه كانت سبقاته في 1906 الجزيره الخضراء. وديك الجزيره الخضراء شنو كان فيها؟ كان فيها ارساء النظام المالي والجبائي، وبموجب هذاك الشيء الذي وقع في مؤتمر الجزيره الخضراء تم بناء البنك اللي تسمى البنك المخزني زورا. والا راه فيه الشركات الاوروبيه كلها اللي هي ساهمت في انشائه، ومنها شركه روتشيلد الفرع الفرنسي. اذا لما تاسس المجتمع المغربي في اقتصاده مثلا، من بعد غتجي تشريعات المصادمه المصادمه للمرجعيه الاسلاميه. مثلا غنجيو غننظموا الخمر، مهم جدا بالنسبه للاقتصاد بالنسبه في الرؤيه العلمانيه. اذا غنجيو ناخذوا الاف الهكتارات وغنديروهم في زراعه الخمر، ومازال كنعانيو منها الان. العنب الان دوك المناطق اللي زرع الاحتلال مازال هما اللي كيمولوا الخمر المغربي اللي هو كيشربوه غير المغاربه بواحد النسبه ديال 95%، الا ما خفت نكذبوا الاحصائيات راه كاينه لا تحضرني الان. اذا ملي حطينا باغا نصطدموا ولا ما نصطدموش، ملي غنقولوا نجيبوا الخمر وحنا كنتحدثوا على 1913 اذا نصطدموا، لكن حنا خصنا ننظموا لان خصنا فلوس. فنظمنا ودرنا قانون اللي كينظم المشروبات الروحيه هكا سميتو. فاحنا دخلنا واحد العنصر جديد. من سيتحدث؟ تحدثوا العلماء. السلطان ما كانش عنده القدره الكافيه باش يواجه هذا الشيء، وان كانت الظهائر الكثيره كتخرج بسميتو، ولكن ما كانش عنده سلطه كافيه وما كانش عنده اهليه كامله في سن المواثيق، لان كانت حاله استضعاف هذه. النفوذ الفرنسي كان قوي. نعم. إذا هذه الدولة التي نشأت في هذا الإبان نشأت اقتصاديا على أساس المنهج العلماني والرؤية العلمانية لتأسيس الدولة الحديثة. في المسائل الاجتماعية، المسائل القضائية، بدأ تفتيت القضاء الإسلامي اللي هو الساهر على تطبيق أو نقولوا على الحكم بما أنزل الله اللي هو المذهب المالكي ديك الساعة. فتم تفتيت القضاء بحيث ان القاضي الاسلامي تحيد ما بقاش كيتخلص من الميزانيه العامه، في حين القاضي الفرنسي او في القضاء المزدوج
كان كيتخلص من الميزانيه العامه، والمحاكم اللي كانت شكون اللي كان كتبنى تيخلصوا محاكم السي كبيره. خلاص القاضي مسكين راه كان كيوصل به الحال حتى انه يهز الخيمه ديالو ويمشي للاسواق الاسبوعيه وكيقضي ما بين الناس. كنهضرش على المدن الكبرى اللي كان فيها دار القاضي اللي حنا ورثناها من قبل، لا ما تتكلموش على هذيك اللي في الاحوال الشخصيه او غيرها من القوانين، وانما نتحدث على القاضي اللي هو مسكين وصل لواحد الدرجه اللي مابقاش عنده مصدر تمويلي، وكان كيتخلص فقط من العقود التي ينسخها من العدول. ولهذا ما زلنا الان في واحد صراع المرجعيه عنده تمنظورات كثيره. اسمح لي غير هذا الانقطاع، ماشي غير في الاجهاض، صراع المرجعيه ماشي في الاجهاض، ماشي غير في الحريات الفرديه. ناخذ غير مثلا الصراع اللي كاين ما بين الموثق اللي هو جابته فرنسا وما بين العدول. هذه الازدواجيه في التوثيق هي مصدرها هو اضطراب المرجعيه وتناقضها، ونحن لا نتحدث هنا، ربما نشوفوه ما عرفتوش غيكون محور اخر ولا لا، غير المهم في تناقض المرجعيه مازال نشوفوا اين يتمظهر هذا التناقض، أكيد. وهذا مهم. سياتي معنا ان شاء الله. دكتور طلال، المرجعيه اللي كيستند لها الفصل العلماني واللي تحدث على الاستاذ ابراهيم، واش نقدروا نقولوا اليوم حاكمه على المرجعيه الوطنيه اللي هي المرجعيه الاسلاميه، ولا كاين واحد التدافع، ولا شكون اللي تينتصر في احيان؟ كاين ذاك السمو اللي كيذكروا سمو المواثيق الغربيه والدوليه. لا ما تقولش الغربيه، الدوليه. فقط قبل ما نكمل في هذا الباب، هذه القضيه ديال التناقض المرجعيه فكرتني في واحد التدخل ديال واحد البرلماني في واحد الجلسه برلمانيه اللي هو رصد هذا التناقض، ويعني بان الموقف ديالو ملي قال لهم هذا راه ما خصناش نسميوه الكارو، خصنا نسميوه السيل كارو. ملي شافوا المداخيل اللي كتدخل من الضرائب على بيع التبغ، فبالتالي ملي كنشوفوا هذه المسائل هذه هو اصلا اقارب هذا التناقض، ولكن خدا واحد الموقف. فبالتالي ملي كنشوفوا هذه التناقضات هي اللي كنتكلموا عليها ما بين يعني الموروث اللي هو المرجعيه الدينيه، وما بين ما هو سائل اللي هو المرجعيه التي تسمى زورا كونيه. علاش؟ لان هذه المرجعيه الكونيه ولا الدوليه نقدروا نسولوا اولا من سناها، شكون؟ سنت في فرنسا 1789. ثم من عممها الاحتلال، فهذيك جاتنا بالسلاح بالنار. ثم كيف عممها؟ بالاحتلال خلال قرنين. شكون صوت عليها؟ ملي كنتناقش انا مع الاخوه والاخوات اللي عندهم راي مخالف، كيقول لك المرجعيه الكونيه لحقوق الانسان، كنقول لهم منذ متى كانت كونيه؟ شكون فوقاش صوتنا عليها؟ فوقاش قبلناها؟ وهذه المرجعيه الكونيه الا كانت كونيه ما خصهاش تغير، ولكن كنجوا انها كتغير. ربما السي طلال هذا بالنسبه لك، بالنسبه للانظمه كتقبل بهذا المرجعيه؟ لا، هي شوف، يعني من يملك زمام الحكم يقبل هذه المرجعيه، كتبقى بعض الاطياف اللي هي محافظا وعنما كترفض، عندها واحد المقاومه. لا، هي ديما كتوقع هذه المواثيق مع تحفظ انها لا تصادم الهويه الوطن، الهويه المغربيه او الهويه كذا او المرجعيه الدينيه او الشريعه الاسلاميه الى غير ذلك. فبالتالي ديما كيكون هذا التحفظ اللي وقعوا عليه مجموعه ديال الدول اللي هي تمثل المسلمين على ان هذه المواثيق كياخذوها. ولكن طبعا هذه المواثيق هي راه ماشي مواثيق اللي قناعات ايديولوجيه جاءت اننا مقتنعين بالليبراليه اللي هي منظومه سائله لا مرجعيه لها الا النفعيه، يعني شيء ينفعني مثلا الكارو ينفعني من الناحيه الجبائيه غنسميه سي الكارو، ليبراليه نفعيه. هذا جيريمي بنتهام وجون ستيوارت ميل انبعثوا من قبرهم باش يعطيو هذه الكلمات هذو في الحقيقه اللي كتمثلهم من احسن التمثيلات. ولكن ملي كنشوفوا النفعيه كنشوفوا انها تتغير مع الوقت. مثلا اليوم في الولايات المتحده الامريكيه الاباء اللي ما عطاوش الابناء ديالهم انهم يديروا ذاك الاختيار المعين اللي كنعرفوا ممكن يتعاقبوا بالسجن، ممكن يتعاقبوا بالسجن. شنو الاختيار المعين؟ لا، الاختيار ديال الجنداره اللي كيسميوها ديال النوع مثليه زمان. اي نعم، يعني ما يمكنش دابا ما يمكنش تمشي عند ملي كيتولد الولد. كنا زمان كنسولوا الطبيب واش ولد ولا بنت، دابا ما تقدرش تسول، خصك تخلي الطفل حتى ينمو في الحضانه ملي يكون عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين هو يكتشف واش هو ذكر ولا نتوى، فهمتي؟ فانا كنعطيك يعني الاكستريم، الطرف، الشيء اللي المفروض النظريه العلمانيه والنظريه النفعيه، لان النفعيه تحتاج العلمانيه كنظام حكم.
لانه ما يمكنش يكون عندك واحد المذهب نفعي اللي فوق ما جات واحد المنفعه ماديه او سوقيه او فكريه تتبناها، ويكون عندك في النظام الحكم واحد النظام ديني اللي عنده معايير اخلاقيه اللي كيقول لك هذه مزيانه وهذه ما مزياناش. المزيان والما مزيانش ما خصوش يكون مطلقا، ولكن يكون على حسب هو الناس. بمعنى حنا ملي غنصوتوا كاغلبيه ان هذا الشيء مزيان يولي مزيان، كما دارت كاليفورنيا اليوم في هذا القانون اللي قلت لك. ملي غنصوتوا كاغلبيه انه ما مزيانش غيولي ما مزيانش. فالمزيان والما مزيانش كتمثلوا الاغلبيه، وديك الاغلبيه كتغير. باش كتغير هذه الاغلبيه كنعرفوا بصراعات، بضغوطات، بقروض ديال المؤسسات الدوليه، بدعم، بفكر. فهذه الاشياء مترابطه، وهذا الترابط هو اللي كيجعل ان هذه المرجعيه التي تسمى كونيه هي لا مرجعيه. هي ما سميتهاش مرجعيه، سميتها لا مرجعيه. بمعنى هذه مرجعيه معينه فرضت بالنار والحديد، وهي في طور التغير مع الوقت. الاشياء اللي كانت مثلا الشذوذ كان مصنف في السبعينات من الامراض العقليه، حيدته منظمه الصحه العالميه من الامراض العقليه، فكان ما مزيانش ولا مزيان، بل ولا في بعض الدول الان مفروض. الان الاباء اللي كياخذوا ابنائهم للولايات المتحده والكندا وبعض الدول الاوروبيه راه جريمه. علاش؟ لان الطفل يعتبر ملك للدوله، وما عندكش الحق انت تدخل في الاختيارات ديالو، والدوله عندها الحق دير له يعني الهرمونات اللي يتغير اذا هو اختار ذلك. واضح. استاذ ابراهيم طالب، لو تتذكرون في 2021 خلال المشاورات الحكوميه كان دار واحد النقاش عقب التصريح ديال الاستاذ مصطفى بن عدي رئيس حزب الجبهه الديمقراطيه، وحدث هذا التصريح هذا ردود فعل غاضبه حينما قال بان المغرب انتقل من دوله اسلاميه الى دوله ليبراليه. هذا التصريح هذا ربما ردود الافعال الغاضبه ما كانتش غير من طرف المحافظ او الاسلاميين او نسميهم ما شئت، وانما من طرف دوائر مقربه من السلطه ايضا. علاش كان هذا الغضب هذا؟ يعني متعلق بالمرجعيه هو بطبيعه الحال هو متعلق بالمرجعيه، لكن باش نفهموا هذا ردود الفعل لا بد ان نرجع الى طبيعه الدوله. الدوله ديالنا ما نقدرش نقولوا دوله دينيه لان هذا المفهوم خدا بزاف ديال الحمولات خايبه بزاف كنسيه. يعني هي دوله في الاصل ديالها دوله اسلاميه كما قلنا، لا داعي للاعاده. الدستور نص عليها. بلا ما كي لا نعيد الكلام، فمرات بديك السيروره التاريخيه اللي كانت في بناء الدوله الحديثه، فوصلنا لاننا دخلنا في اطار نظام دولي. لأن اللي خصهم يفهموا الناس بأن الدول قبل عصبة الأمم ثم بعد منظمة الأمم المتحدة كان شيء آخر لا من ناحية الفلسفة، شيء آخر لا من ناحية الاجتماع. فاحنا إلا رجعتي لبعض الفيديوهات اللي فيها لندن في 1901 تنوجدوا بأن اللندنيات كانوا بالإسدال، بالحجاب، الشريع العام. علاش تتكلموا؟ وملي كنرجعوا مثلا لاوروبا كانت بل اكثر من ذلك. هو ان داك الطربوش اللي كنا كنشوفوا في بعض الافلام اللي كنا صغار اللي عندها توجه ديني، هذاك الطربوش اللي كديرها بالكسوه الطويله، هذاك هو فرع الحجاب النصراني اللي كان جزء لا يتجزا من المجتمع. يعني كان لباس محتشم، كان لباس محتشم منتقل لا ماشي الغرض ديالي هو هذا. الغرض ديالي باش نوصل لكيفاش ان الدوله ديالنا ما تتبغيش اللي يقول لا ليبراليه، لأن الليبرالية عندها حمولة اقتصادية فلسفية بين قوسين عقدية. طبعا إذا صعيب باش يجي واحد كيمثل الشعب ويقول حنا انطلقت انتقلنا من دولة إسلامية لدولة ليبرالية. قال انتقلنا من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة. علاش؟ لأنه هو تصفية حسابات مع الإسلاميين، هذا فقط. لكن أنا اللي بغيت ننبه ليه ونأكد عليه هو أن هذه السيرورة التاريخية اللي دزنا منها جعلت الدولة ضعيفة فيما يخص حسم تناقض المرجعيات. لأن بعد الأمم المتحدة ما تخلقات وفرض علينا الانضواء تحتها. علاش؟ لأن هي اللي سنت تصفية الاستعمار، والدول الإسلامية كلها ضعيفة، فاضطرت الدول إلى اللجوء والتحاكم إلى الأمم المتحدة من أجل الخروج من نير الاستعمار. إذا تخيل معايا أن هذاك الذي صنع عندك وفرنسا راه من الناس اللي هي صنعت الأمم المتحدة واللي عندها حق الفيتو، معناه أن فرنسا هي سنات على تصفية الاستعمار في 1945 وحنا ما شدينا الاستقلال حتى 1956. علاش هذا التاخر لعب سيدي؟ ما يزيد لماذا؟ شو السؤال؟ تفسيره في الجانب الاقتصادي.
الجانب الاقتصادي. اذا الدوله، حنا كنوجدوا بان الدوله اللي اساسها الدين والاقتصاد والتعليم وكذا ما قدرتش انها تاخذ استقلالها الكافي في المغرب، ولهذا لقينا مشكله ديال الفرنسه ومشكله الفرنكوفونيه قويه، ولقينا مشكله ديال اعاده النظر وملائمه القوانين الموروثه على الاحتلال. لقينا قصه عندها عجيبه في المغرب، ان الناس العلماء والسياسيين والناس اللي كانوا في الحركه الوطنيه حاولوا ان يعيدوا النظر في القوانين كلها، فدارت لجنه لاعاده النظر في هذه القوانين. علاش دارت ديك اللجنه؟ من اجل ان نعيد النظر فيما تم ارساؤه في الدوله الحديثه التي ارساها اليوطي، ولم يكتمل العمل ديالها. لماذا؟ لان القوه السياسيه الدوليه والاقتصاديه وعاد البلقنه اللي وقعت على المستوى الحزبي فيما يخص الانتماء الى تيارات فكريه معينه، والاحداث اللي شفنا من بعد 56 تل 57 58 احداث داميه ما بين الشورى والاستقلال وحزب الاستقلال، ثم تلتها عاوتاني الصراعات ديال السنوات اللي كانت ديال الستينات والاعتقالات والاعدامات، ثم الانقلاب الثاني. فاحنا ما استطاعش المغرب انه يعطي لهذا البلف حقه. لكن الان ملي وصلنا باش غنقولوا بان الشواذ اللي هما اللواطيين عندهم الحق، ولينا تناقشوا مساله نسويو في الارث، ولاو وزراء ولاو تيتحتاو. لا بغيتي نقول لك ملي وصلنا لهذا المستوى ديال النقاش المعلوم الدين بالضروره اللي كتضطر معاه اعلى سلطه في البلاد انها تقول بانها لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، هذا راه اشكال كبير. اذا اذا ما حاولناش اننا نتكلموا بوضوح في قضيه المرجعيه، نعم، فغيكون في الاخر ديكتاتوريه هي اللي غتحكم ما يكونش الحوار. واضح استاذ ابراهيم. في هذا الاطار كانت تصريحات ديال وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي، تصريحات ديال الاستاذ نزهه السقلي اللي في البي بي اس والوزيره السابقه المعروفه، كان تصريح ديال رئيسه المجلس الوطني لحقوق الانسان بوعياش، يعني كلهم يعني كيتماهوا وكيتفقوا على ان الحريه الفرديه تشمل جميع المجالات، سواء تعلق الامر بالعلاقه بين شخصين او بين شخصين من جنس مختلف او من نفس الجنس او غير ذلك. ما احدث واحد الرجه كبيره على المستوى الاجتماعي، خاصه في شبكه التواصل الاجتماعي اللي تبعتها الدكتور طلال. كانت ردود فعل قويه جدا. يعني كيفاش كتشوفوا هنا هاد الاحزاب السياسيه وخاصه المؤسسات في الدوله بحال المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي كيمكن لها مثلا ترفع مطالب مناقضه تماما للدين الرسمي ديال الدوله اللي هو الاسلام؟ المحزن في الامر هو هاد الناس ملي كتجلس تتكلم معهم اولا كيناديو بالحوار كما كنا في الندوه ديال السلا، كيناديو بالحوار ومن بعد تم اغلاق يعني الندوه مباشره دون كيفاش اغلاق الندوه زعما؟ كنشوف شي ندوه يعني ما فتحوش الاسئله في حين ان الصحافه كانت متوافره. واش الندوه ديال الحزب ولا ديال مغلقه؟ الندوه اللي كان فيها وزير العدل وكان في طوال القراءه ديال الورقه ديالو والتدخل ديالو ينادي بالحوار، علاش توقف الحوار في المغرب، علاش كذا كذا كذا. فاذا بهم اللي وقف الندوه كان عندنا مجموعه الاسئله ولكن اغلقت الندوه. ورا الوزير في مراكش هذه واحد الاسبوع قال بانه طرح ورقتين وفيهم طرح فقهي وحتى واحد فيكم ما قدر يرد عليه ولم يرد عليه الا شخص واحد. طيب لم يسميه. واش هذا الشيء صحيح ولا ما صحيحش؟ ما كاينش اشكال. شوف الورقتين الحمد لله حنا راه كنا حاضرين فيها والردود كانت موجوده. فمثلا ملي كنسمعوا ان طرح فقهي، شوف ملي كنسمعوا طرح فقهي والناس التي يعني ملي كنسمع الانسان كيقول هذا الطرح الفقهي وكيتكلم في اصول الفقه ومواضيع عميقه وتحقيق المناط وتنقيح المناط والمحكم المتشابه ومقاصد الشريعه، ومن بعد كيقول قال ابن القيم ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. فكتسائل ما كاينش شي واحد في العالم الاسلامي اشتغل باصول الفقه وكيقول ابن القيم اللي كتسمي ابن قيم الجوزيه. يعني الاعلام ما تعرفش الاعلام. كاين شي حاجه، كاين شي خلل في شي بلاصه في ذاك الورقه اللي ما مفهومش. لكن على اي حال ذاك الورقه مثلا اللي كنسمعوا فيها ان الحلال ما ناسب المجتمع، هذه نفعيه، هذا ماشي مقاصد الشريعه. هذا جون ستيوارت ميل وجيريمي بنتهام في ابهى التجليات ديال الفكر ديالهم. الحلال هو ما نسب المجتمع، فاذا نسب المجتمع ربا يدير بالربا، اذا واحد نهار ما نسبوش ربا ما يديرش ربا، ناسب المجتمع الكارو يدير بالكارو، ما ناسبوش ما يديرش الكارو. فهذا الشيء ما عنده علاقه بالدين، ما عنده علاقه لا بالشريعه لا بحتى شي حاجه. ثم
هو رفع قضيه الاختصاص، كيقول يعني قضيه الاختصاص في حين يعني كنشوفوا غياب العلماء في هذا النقاش ديال اللي تطرح في سلا في هذه الندوه. ما كانش علماء لا، ما كانوش كان علماء، كانوا فقط قانونيين، كانوا قانونيين، ما كانوش علماء رسميين معترف بهم رؤساء مجالس علميه ما كانش. ثم ملي كتسمع يعني اينما كانت المصلحه فثم شرع الله، طبعا هذه عباره قالوها بعض الفقهاء، لكن من يحدد المصلحه؟ فهذا دور، اينما كانت المصلحه فثم شرع الله، ولكن انا نحدد لك المصلحه. هذا مصادرة على المطلوب. حدد المصلحة، من سيحدد المصلحة؟ هم الفقهاء. فبالتالي كاين مصادرة على المطلوب، كاين يعني واحد الاستدلال بعلماء في اشياء جزئيه اللي ما كيقولوش بها ملي كتشوف المنظومه الكليه ديالهم. الحلال ما ناسب المجتمع، هذا شيء يعني لا يقول به العلماء. ثم سياده، ملي كنسمعوا في الورقه سياده العقل والاخلاق، انا بغيت نعرف اش من مرجع من اصول الفقه من الفقهاء المذاهب الاربعه، نخليو غير المذهب المالكي، المذاهب الاربعه، شكون في المذاهب الاربعه اللي كيقول لك سياده العقل على النص؟ اي عاقل؟ حنا كنعرفوا الان مع لا بسيكولوجي كومبورتمونتال، يعني علوم النفس السلوكيه، ان العقل هو وهم. العقل هو وهم، ما كاينش حاجه سميتها العقل الكوني اللي غنرجعوا ليه. كاين العقل ديال سي نبيل، كاين العقل ديال سي ابراهيم، كاين العقل ديال سي طلال اللي ربما هما قراب في واحد مجموعه ديال الاشياء، وكاين العقل ديال الانسان اللي في المكسيك، والعقل ديال الانسان اللي في غواتيمالا، والعقل ديال الانسان اللي في اليابان. وهذه العقول كلها كتاثر بالتربيه ديالها وبالمدارس ديالها وبالتجارب ديالها وبمناخ العمل ديالها. فهناك عقول، ما كاينش حاجه سميتها العقل الكوني. هذه مساله ما كاينش، كاين ضرورات عقليه اللي هي معدوده اللي ما تذكراتش، ولكن سمو العقل على النص وسمو الاخلاق من اخلاق شكون؟ اخلاق هذه المرجعيه ديالهم، هادو اللي كيذكروا ديال حقوق الانسان. حنا كنعرفوا اخلاق تنظن متعارف عليها. لا، خلينا كنهضروا على هذه الاخلاق اللي قال لك سمو المرجعيه الكونيه. الاخلاق حنا تعلمنا ان الاخلاق شيء يجب ان يرمى في القمامه، ما عانيتش. وتعلمنا ان المنفعه العامه للمجتمع كتجي بناء على الانانيه الشخصيه مع ادم سميث في الاقتصاد. فشيء سميته الاخلاق في المنظومه الغربيه راه هو شيء يعني سائل تماما تم تحييده. ولذلك قال عبد الوهاب المسيري العلمانيه في الحقيقه ديالها هي تحييد كل ما هو معياري روحي اخلاقي عن العمل وعن الحياه الاجتماعيه. علاش؟ لان الحياه الاجتماعيه مبنيه على المنفعه. فبالتالي هذه الورقه هذه وهذا السمو وهذا الادعاء ديال ان الاخلاق كونيه، مثلا القانون الوضعي اللي حنا ورثناه كيقول لك القانون لا يحمي المغفلين، وحنا في الشريعه ان الشريعه تحمي المغفلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، قال له لا خلابه، قل لا خلابه، والشريعه تحمي المغفلين. وبيع المضطر في الشريعه عند فقهاء كثر لا يقع الا بثمن المثل، يعني ثمن المثل، يعني الانسان ملي كيكون عليه ديون وكيضطر يبيع واحد الشيء، القاضي يمكن له يبطل ذاك البيع الا كان فيه استغلال ديال الوضعيه ديالو. بل سي طلال راه من عيوب الرضا الغبن. طبعا اذا اللي هو كيفسخ البيع كاع. ثم هذه المرجعيه هذه اللي هي سائله بوست مودرن، يعني ما بعد الحدث، يعني لا معيار اخلاقي كوني لها. انا كنضحك كثير، يعني ملي كيجي العلماني كيقول لي الاخلاق، حقيقه انا كنضحك، لان هاد الناس هادو اللي قال لك السمو ديال المرجعيه سواء هذا الحزب اللي ذكرتي ولا غيرها، راه لا يعون ان في المنظومه الغربيه اللي هما بغاو يجيبوا مع ميثاق حقوق الانسان اللي هي العلمانيه والليبراليه اللي الفلسفه ديالها النفعيه، راه ما كاينش اخلاق، ما كاينش حاجه سميتها اخلاق. الاخلاق هي الشيء اللي غينفعني ماديا في البليزير ديالي، في النشوه ديالي وفي الشيء اللي غيعجبني بس. فبالتالي ملي كيقول لي الاخلاق والنفع، فهادو بعض الردود على ذاك الورقه، لكن هذه خصها جلسه لان ذاك الورقه كان فيها بزاف. استاذ ابراهيم، تعليقك على ما قاله الاستاذ عبد اللطيف وهبي وامين ابو عياش، استاذ نزار السقلي وحملات بغاتها الوقت ايضا في الاطار. هو داك هو الا بغيت تعلق على هذا الشيء كامل تيخصك واحد 10 ديال الحلقات، ولكن كلها كتنظم في فكره واحده. صحيح، لا هي في افكار ماشي غير فكره واحده. علاش؟ لان هما يعني اثقلوا مسامعنا بالاسماء. اييه، ولكن هذه سميتها في المنطق مغالطه الرشاش. كتجيب اسم 2 3 4 5 6 7 10 الاسماء وكتحطهم في ورقه ولا علاقه ولا بناء ولا حتى حاجه، ولكن كتبهر الانسان بذاك الاسماء. مغالطه الرشاش. هو نبداو بالاستاذه امين ابو عياش.
هي تحدثت عن تناقض المرجعيه وطالبت بان خص نتحدثوا المرجعيه. وبعض الناشطين لا داعي لذكر اسمائهم، دائما النفاق المجتمعي، النفاق الاجتماعي، النفاق المغربي تيزني ويجي يقول ما بغيتش الزنا، المغربي تيسكر يقول ما بغيتش السكر. النفاق ديما كاين مرتكز عند هذه السيده على التناقض، عند الاستاذه عندها تناقض المرجعيه، وهذوك اللي هما تيقوموا اللي كنسميوها تيقوموا حقيقه بدور المناضلين من اجل يعني نصره المرجعيه الكونيه، هذو مناضلين. فبالتالي احنا كنوجدوا بان ترتكزوا على التناقض وعلى النفاق، التناقض المرجعيه وعلى النفاق المجتمعي. واخا سيدي احنا نقر معكم ان هناك نفاق مجتمعي وهناك تناقض في المرجعيه، صافي حنا نقر بهذه القضيه، ما كاينش اشكال، كل شيء تيقولها. اذا ندوزوا للدرجه الثانيه، كيف يمكن ان نفض الخلاف حول المرجعيه؟ هذا التناقض المرجعيه كيف بغينا نقول، كيف بغينا نحسموا فيه، كيفاش نحسموا فيه؟ اذا احنا عندنا جوج المرجعيات في الدستور، عندنا ان دين الدوله الاسلام. ملي كنقولوا الدوله ما كاش بلاد المغرب بلاد اسلاميه، قال الدوله وحنا في الدستور وكنعرفوا ما معنى مفهوم الدوله، راه ذكرناه اللي معنى الدوله في مفهومها الدستوري. اذا كنقولوا دين الدوله، اذا الدوله لها دين. هذا الدين واش حنا عندنا دين فيه شريعه ولا فيه شريعه؟ فيه شريعه. هذه الشريعه شنو هي؟ راه هي القانون الجنائي، هي القانون المالي، هي التصرفات السلوكيه ديال الناس سواء في الاحوال الشخصيه او في المعاملات ديالهم او في الضرب والجرح. اذا هو كيتشمل عندنا من الخصائص الشريعه الاسلاميه انها شامله، هذه وحده. ثانيا عندنا من خصائص الاسلام انه عالمي، وانتم كتدعيوا بان عندكم مرجعيه كونيه يعني كتقصدوا عالميه، وحنا الله سبحانه وتعالى وما نؤمن به ان الاسلام عالمي. اذا اذا كانت مرجعيتكم عندها هذه الصفه ومرجعيتنا عندها هذه الصفه، اذا كيفاش غنفضوا هذا التناقض؟ التناقض خصو ملي كنقولوا التناقض راه ما بقاش مجال السنابيل للجمع. عندما نقول التناقض عند العقلاء وعند المناطق وعند الناس، ملي كتقول التناقض تصل سالينا. كاين الناس اللي كيظنوا يمكن لك تجمع ما بين الليبراليه والعلمانيه من جهه والاسلام. لا ما يمكنش، يستحيل. هو دابا اللي كنناقش. اذا ما تيمكنش انا اتخذ ان الله سبحانه وتعالى تيقول لي واطيعوا الله واطيعوا رسوله وان يحكم بينكم، لا واولي الامر منكم، ياك؟ وكيجي مباشره كيقول وان تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ الى الله والرسول. وتعطيني شرط، كيعطي واحد ان تما، واحد ان شنو هي؟ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اذا انا عندي محوريه الالوهيه الله سبحانه وتعالى ومحوريه اليوم الاخر عندي مهمه جدا في المرجعيه ديالي. كتجي انت في المرجعيه الكونيه كتقول لي خصك تلغي هذه المرتكزات وما خصكش تبقى تناقش معايا، وانا باغي وليداتك نعطيهم الحريه باش يوليو شواذ في افق اننا نفرضوا عليهم بحال اللي كاين في اوروبا. كتقول لي ما تتكلمش معايا بمنطق ديني. لكن هذا التناقض اللي وقعوا فيه الفصيل العلماني في المغرب انه بدا يتكلم بخطاب الشرع، راه سبب واحد هو احراج المؤسسه الملكيه لهؤلاء عندما وضع لهم سقفا وقال لهم اني لا احرم حلالا ولا احل حلالا. هنا غيتوصل السؤال، اسمح لي السي نبيل وغتعطيني غير واحد شويه. هنا تيقول لك هنا الحلال والحرام هو ما يكونش لا انا ما بغيتش نقول هذه القضيه، ولكن بغيت نقول لك ان هنا يطرح السؤال. دائما كنا كنقراو بانه ثقافه الحلال والحرام، ثقافه الحلال والحرام، ثقافه الحلال والحرام، وان الدوله خصها تكون على اساس قوانين ماشي على اساس ثقافه الحلال والحرام. علاش كاين هذا؟ لماذا هناك ضرب لثقافه الحلال والحرام؟ علاش؟ لانها تمتح من المرجعيه الاسلاميه، من الشريعه الاسلاميه. لان انا اذا ربيتيني في المدرسه في التعليم، وربيتيني في المسجد، وربيتيني في المكان العام، وتربيت عند والدي الداخل بانني خصني نوقف عند الحرام وخصني ما ندير الا الحلال، معلوم غنخرج للواقع المغربي باش نستهلك. ملي غندخل انا مثلا واحد السيرفاس، واحد السوق، وغنلقى الخمر هنا، ضروري ما غنحس بواحد الشعور عندي لداخل تيخدجني بانني كنشوف واحد المحرم كيغري وليداتي وتيغريني، وكنشوف واحد المسلم تيهز داك الخبر وتيجي قدامي. السؤال الاخر اللي كيطرح هنا، علاش الدوله ما قدراتش
تفض هذه القضيه هذه وتحيد الخمور وتحيد الربا وتحيد كل شيء. هذا سؤال وجيه سياتي معنا، خليه سياتي. في هذا الاطار يقال استاذ دكتور طلال بان الخطاب ديالكم خارج الواقع وخارج السياق. علاش؟ لان الاحزاب السياسيه كلها اللي هي كتقترح قوانين وكتشرع القوانين في المؤسسات الدستوريه كتبنى هذه المرجعيه. هذا من جهه. من الجهه الثانيه ان المغرب ماشي يعني خارج السياق الدولي، عنده اكراهات وعنده التزامات وكاين تصنيفات وكاين دعم وكاين ميزانيات كتعطى بناء على التصنيفات هذه. هذا الشيء علاش يقولوا ان الخطاب ديالكم تيبقى خارج الواقع، تيبقى خطاب اخلاقي، يعني عنده الناس ديالو اللي كيبقاو يكرروه دائما. شو تعليقكم؟ اي طبعا هو ما يراد المنظومه الدينيه والمنظومه الاسلاميه بالخصوص هي ان تعلمن، بمعنى انها تكون في الاطار الخاص. المسائل التي تخص المجتمع او السياسه او الاقتصاد او قضايا الناس او القضاء الى اخره. ذكر السي ابراهيم واحد الايه وكنذكر انا واحده اخرى، وان يحكم بينهم. فبالتالي ملي غيحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بما انزل الله ما يعني كاين المرجعيه تحددات. فملي غنقولوا لا، يعني القضايا الاقتصاديه مثلا غتكون فقط مبنيه على القوانين اللي غنتفقوا عليها، فبالتالي الا اتفقنا ان اللوطو الميسر ما كاينش مشكل، ولا طوطو فوت ما كاينش مشكل، فما كاينش مشكل. ملي غنتفقوا على ان الفوائد البنكيه الربويه ما فيهاش مشكل، فما غيكونش مشكل. علاش؟ لان المرجعيه النهائيه هي قرار الناس وقرار الاغلبيه، داكشي اللي الاكراهات اللي عندها. كما الكارو واخا كنعرفوه كيضر وكيقتل وكيدير السرطان، غنسميوه السي الكارو لان كاين الواقع. وغدا نقدر يولي ملعون الكارو يقدر يولي ملعون، ولكن دابا الواقع كيملي على انك تقول له السي الكارو، حيت كيدخل لك واحد الميزانيه، وانك الا قلتي الكارو ما مزيانش وحرام وكذا وكذا، انك خارج الواقع، ما كتراعيش الواقع. في حين ان الواقع كيبغي ان عندك مداخيل، وداك المداخيل كتصرفها على موظفين، وداك الموظفين راهما خدامين مع الاجهزه ديال الوزارات الى غير ذلك. طبعا الا كان واحد الواقع هو مسموم، او كان واحد الواقع هو ملوث، وانت بغيتي تعطي واحد الكلام غير ملوث، غتكون خارج الواقع. فبالتالي ماشي اي حاجه ملاتها الواقع. دابا الان سؤال الربا هو مطروح من عقود، ولكن الناس ما كيشوفوش الخطر ديالو، في حين ان الاحتلال ديال المغرب بني على الديون، والفتك ديال الدوله العثمانيه بني على المديونيه. فبالتالي اكبر الدول اللي كانوا في ذاك الوقت سقطوا بسبب يعني الفوائد الربويه. والنظام الراسمالي مبني كذلك على لا الفوائد على الفوائد، ولكن هو كيستافد بطبيعه الحال هو الوجه المستفيد. نعم. وهذا الوجه المستفيد هذا يعني ما الانسان البسيط ما كيشوفش الخبث ديالو، ولكن ملي كتجي كتكلموا على الخمر ولا على الطبخ ولا على الشذوذ كيشوف الخبث ديال ولا العلاقات الرضائيه، مازال كاين واحد شويه الغيره. ولكن هذا الانسان اللي كيمشي لا غرون سورفاس، اللي كيمشي للمتجر وكيشوف الخمر وكيحس، هذه المنظومه الواقعيه تريد له ان لا يحس. خصو يدخل يشوف الخمر، يقول لك انت خصك تمتلك نفسك وتخلي الاخر حريه الاختيار. ولكن انا غنجيبه لك، يعني تعبروا له بدخل سوق راسك، دخل سوق راسك. فالاختيار هو تم، لان كاين واحد الاختيار قبل ما تختار انت واش غتاخذه ولا لا، هو واش نحطوه تما ولا لا. علاش هذاك الاختيار ما كتكلمش عليه وكتكلم فقط على الاختيار الفردي؟ لان العلمنه ضربت الواقع. علاش؟ لان القضايا المتعلقه بالشؤون بين الناس معلمنه، وبغيتي تدين انت في دارك ما كاينش اشكال. واضح، ما كاينش اشكال. واضح. استاذ ابراهيم، كتشوف بان الخطاب خارج الواقع وخارج السياق؟ وبطبيعه الحال ولا عنده الناس ديالو وكاينه الجماهير الشعبيه كلها معاه؟ بطبيعه الحال الداخل والخارج هو تيتحدد بالتمركز ديالك. واش انت اللي داخل ولا اللي خارج، ولا هو اللي داخل وانت اللي خارج. الا استحضرت انا السياقات التاريخيه اللي هضرنا، ارى انا هو الخطاب ديالي اللي خصو يمشي، ماشي انا خطابي بطبيعه الحال، ماشي انا بغيت طالب لست شيئا، وانما الخطاب من يمثل هذا الخطاب المرجعيه الاسلاميه. علاش؟ لانني انا ملي كنوجد الصحه ديال المراه في الاجهاض كتضرب، تنوجد ان ميزانيه الدوله تتهلك فيما يخص كل الاثار ديال المخدرات اللي نقولوا راه ممنوعه، ديال الخمور. وتنوجد ان مثلا الا قتلتي لي الطبيب في حادثه السير بسبب الخمر، راه شحال ضربتي هذاك؟ هذا ما كيبانش. ملي كتهرس بوطو شحال مشى من الثروه ديال البلاد.
عاد ملي كتقتل نفس عند الله سبحانه وتعالى. اذا انا بالنسبه لي شكون اللي هو غنقول له بان خطابك هو واقعي او خيالي؟ هو الخطاب العلماني، لان الخطاب العلماني ولا ميتافيزيقي صراحه. هذه النقطه اللي ترتها مهمه استاذ ابراهيم، لان دائما يتم تغييب في النقاش مثلا اللي تفضل به الاستاذ طلال في قضيه موضوع الخمر. يعني اش كنجنيو حنا على مستوى الخمر في المجتمع، المستوى المالي، المستوى الاقتصادي، المستوى الجنائي، المستوى الاسري، المستوى اللي تفضلتي دابا. لا طبيب راه عنده 7 سنين ديال التكوين، هي القليل غير من بعد البكالوريا ولا اكثر الى 13 سنه. لا مشكله فعلا. اللي بغيت نركز عليه ان كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى الا وعنده واحد الاثار مباشره على الدول. حيت حنا للاسف الشديد هو ان الدين قال لك خصو يكون مساله شخصيه، والدوله مناش تتكون من الشعب، وهذاك الشعب شنو؟ هذاك الشعب مجموعه الاشخاص. حنا شنو بغينا نقولوا؟ يا ايها الشعب لا تدعوا الرابطه الدينيه تحكموا حياتكم العامه ولا حياتكم الخاصه، لان في النهايه ملي غندير لك انا القصف في الاشهار وندير لك القصف في المدرسه وندير لك راه حتى في حياتك الخاصه غتاكلها لان دابا الان اللي كنوجدوا اوروبا ولات في قمه الديكتاتوريه بفعل النظريات الفلسفيه اللي جات كتدحرج حتى وصلت دابا لهذا الديكتاتوريه الديمقراطيه بين قوسين، حتى ولينا الدول الديمقراطيه الكبيره اللي كتضرب مثال الديمقراطيه تدخل الاسره وتتحيد الابن لوالديه. انا كنقول البعد الفلسفي هنا شنو هو الغاء الانسان بصفته الاجتماعيه ولا انسان بصفته الفرديه. ملي كنقولوا ولا انسان بصفته الفرديه ولا مستهلك. ملي كنقولوا ولا مستهلك تنقولوا شكون هذا النظام اللي كيسير هذه الفلسفات؟ كنوجدوه هو النظام الرأسمالي اللي هو المتزعمه ديالو امريكا، واللي هي كتحاول تنشره من خلال مجموعه القنوات، اقلها تشجيع هذا المد العلماني الذي يضرب في الصميم منظومه القيم، الدين، المرجعيه الغيبيه، يضرب كل حتى الميولات. دابا الان انت مثال تحدات في الادمغه الناس ان هذا الانسان راه ما عندوش تكوين. تحدات انا ما عندوش تكوين. شتي واخا تكون دكتور وتكون ما عندكش هذا الهندام، عندك هندام اخر وصلتي فيه طبيب، حدك تتبدل التصور اللي هو خداوه كنموذج للانسان المتحضر في الثقافه الغربيه، تسقط عنك صفته العلميه. وهذا نراه جيدا مع أندروتيت ما كان عنده مشاكل، محيح في العالم وكيدابز ودار واحد الشهرة قداش والفلوس وملياردير. وقتاش دار مشكله؟ الوقيته اللي بدات يهضر عن النسويه قبل ما يسلم، خليني الاسلام ديالو جا لاحقا، ملي بدات ينتقد النظام الراسمالي، ملي بدات يتحدث على المرتكزات اللي حنا دابا كنتناقشوا فيها مع التيار العلماني في المغرب. فهو الان دفاعاته دابا الان اللي كيدافع اندروتيت دابا الان، وشوف راه وصلت حتى للتهديد بالقتل، ووصلت حتى المحاكمه. واخر فضيحه ديال البي بي سي مع اندروتيت، باش نفهموا بان هذه العلمانيه هي محروسه، هي الهيكل اللي كيتعبد فيه الصنم الرأسمالي. تعتبر الدكتور محمد ضريب بانها دين له مؤسساته له معلوم دين، وانا اعتقد ان دين. اسمح لي المسيري قال العلمانيه هي التحييد، هو كيقول لك انها دين. يعني لا هاد الدين انا اتفق مع السي محمد الضريف، اتفق معه 100%. علاش؟ لان اي تيار فكري او فلسفي او تيار ديني الا تجمعت فيه الشريعه والتصور للكون والانسان والحياه وعطاك مسائل ميتافيزيقا خصك تامن بها جبرا كيحدد لك جميع وهذه القضيه ديال تسليم السي نبيل. ربما تسمح لي استاذ ابراهيم نقرا غير المقطع من الكتاب ديال الدكتور محمد ضريف الدين والسياسه في المغرب في صفحه 19. قال بان ليست العلمانيه مجرد موقف حيادي تجاه الاديان بما يفيد تمييزا بين مجال الدين ومجال السياسه، بل هي اكبر من ذلك، إذ يمكن اعتبارها دينا مدنيا له مستوياته دعائمه. فعلا صحيح. عنده مقدساته كذلك بحال دابا، وعنده قيمه القيم ديالو. لان دابا ملي كنجيو عند العلمانيه قيمه القيم عندها شنو هي؟ قيمه القيم عند العلمانيه هي الحريه. وملي كنقولوا حنا الحريه راه ماشي داكشي اللي كيتبادر للذهن ديالنا ان ما بغيناش واحد الحاكم اللي يسلبنا حريتنا، ما بغيناش نعيشوا عبيد لعباد الله. بالعكس، الاسلام هو اول ما جا حيد لك العبوديات كلها، واول ما جا حرك من الظلم، واول ما جا وخلى لك عبوديه وحده هي عبوديه الله سبحانه وتعالى. ولا تتم حريتك الا بانك تضع
هاد المفهوم العبوديه. اذا القيم عندنا هو الخلاف اللي عندنا دابا مع الناس اصحاب المرجعيه. قيمه القيم، غير اسمح لي غير في الوقيته، قيمه القيم عندنا دابا شنو هي؟ هي اننا حنا قيمه القيم هي العبوديه عندنا. يعني انا دابا ملي ما تتعداش على جاري ماشي حيت القانون، شو غنكون انا وياه ما كاين لا قانون لا بوليسي حتى شي حاجه، ما غنتعداش على جاري. علاش ما نتعداش على جاري؟ لان العلاقه اللي بيني وبينه علاقه ثلاثيه ماشي ثنائيه، علاقه كتطلع للسماء السابعه وكتهبط عند الجار ديالي، فاي شيء سيضره انا كنمنعه باعتبار ماذا؟ باعتبار هل سيوافق عليه الله سبحانه وتعالى ام لا. اذا لم يوافق عليه الشرع فانا ما كنديروش. هذا هو المعنى اللي خصهم يفهموا. يعني ملي كنجيو وبها اختم هذه النقطه، يعني ملي كنجيو كنقولوا لا راه ما بغيناش الحريه الفرديه، حيت ماشي ما بغيناش الحريه، الا ما بغيناش الفرد يكون كيضرب الجماعه. اما العلمانيه الغت الجماعه، وحنا كنا الممارسات ديالها في اوروبا. انا ما بقاتش الاسره تمثل لها شيء. ولهذا كنوجدوا مثلا العم عاوتاني. علاش التعصيب؟ كاع هادشي اللي عندنا مشاكل معاه موضوع مترابطه. هي حيت قلتي شنو رايك في هادشي اللي قالوا مثلا التعصيب؟ علاش غيحيدوا هما التعصيب؟ راه ماشي حيت العم ما بقاش يدير دوره، راه كاين اعمام كثار تيشدوا بنات خوتهم هما اللي كيتكلفوا بهم طول العيش، هادو ما كيتشافوش. يلا كنلمعوا واحد الحاله ديال العم فقير مشى حتى هو محتاج لهذيك الدار، شنو غنديروا له؟ نخليوه في الفقر، هو عنده حقه. اذا علاش غيحيدوا التعصيب؟ غيحيدوا التعصيب لان المنظور اسمعني لا يؤمن بالاسره الممتده، يؤمن بالاسره النوويه في افق تفتيتها باش تولي على اساس الجندر في واحد القاضي كان كشف عدد من القضايا في الاطار اللي تفضلتي به استاذ ابراهيم، بان كاين معاناه حقيقيه في المجتمع يتم الصيد على البعض وتجاهل البعض الاخر. دكتور طلال، قربت الحلقه شويه للانتهاء، بغينا نطرقوا الموضوع ديال العلماء ودورهم في الحفاظ على المرجعيه. في وقت سابق كانت رابطه علماء المغرب كتصدر مجموعه من التوصيات وغيرها من المؤسسات العلمائيه. اليوم واش كتشوف كاين دور للعلماء في الحفاظ على المرجعيه الاسلاميه او استعاده ما تم التفريط فيه في المرجعيه الاسلاميه؟ هو قبل ما ندخلوا لهذه المساله ديال العلماء، عندي واحد التعليقات باش نضيف لداك الشيء اللي قال السي ابراهيم. هو ان قضيه الدوله من المنظور العلماني هي خصنا نرجعوا لهوبس باش نفهموا القضيه ديال ليفياتون، يعني ذاك الكائن الممتد اللي في الحقيقه الامر خاص اي علاقه اجتماعيه تمحى، خاص تبقى فقط العلاقه الفرد مع الدوله. العلاقات الافقيه في المجتمع سواء كانت دينيه او اجتماعيه او عائليه او تقليديه وكذا خاصها تحيد. لماذا؟ ليتم الضبط. ولذلك الدوله الحديثه يعني عندها واحد الاستفاضه في ضبط الهويه والمعلومات الشخصيه ديال الفرد، خاصها تعرف اكثر كم ممكن من المعلومات الشخصيه والخاصه للفرد ليتم تنسيق هذاك المجتمع الكبير والتحكم. ثم القضيه ديال المساله الثانيه هو ان قضيه المرجعيه في حقيقه الامر، الفرق اللي ما بيناتنا وما بين هاد الناس اللي يدعموا العلمانيه هو ان حنا عارفين الفلسفه ديال المرجعيه ديالنا هي فلسفه عقديه اسلاميه. اما هادو اللي كيناديو بهاد الغاء التعصيب ثم الغاء ما يسمونه بزواج القصيرات، اي النساء البالغات اللي ما وصلوش 18 عام، او مثلا يعني منع العلاقات خارج اطار الزواج، يعني الزنا الى غير ذلك، اباحه العلاقات خارج، يعني رفع الجريمه. فوالا. فبالتالي هادو في الحقيقه الامر اما بعضهم يجهلوا فلسفة، وهذا ناقشتهم من الأسماء اللي ذكرتي، كاين اللي جلست معهم أنا وتبين أنهم يعني يجهلون الأصول الفلسفية ما بعد الحداثة لفلسفتهم، لما ينادون به، يعني العواقب ديال داكشي ما كيعرفوش. مثلا في فرنسا 60% ديال الأطفال يولدون خارج إطار الزواج، يعني عواقب العلمانية بكل بساطه. نقولوا هاد الناس راكبين الموجه فقط، ما عندهمش يعني تاثير. لا شوف، كاين تيارات، كاين اللي مقتنع بالفلسفه. مثلا اللي كتقول له كاين اللي جلست معهم كتقول له مثلا كيفاش بغيتي ان يعني ما يبقاش مفهوم الطاعه ومفهوم الولايه في الزواج ديال المسلم مع المسلمه. كتقول لك حنا بغينا نحيدوا داكشي كله، بغينا المساواه. كتقول لها طيب اذا بغيتي المساواه فبالتالي خصك تحيد وجوب النفقه، وخصك تحيد وجوب المتعه عند الطلاق، وخصك تحيد وجوب النفقه 3 شهور في العده، وخصك تحيد وجوب النفقه على الاطفال، وخصك تحيد وجوب المهر، وخصك تحيد وجوب السكن، الى يعني هاد لي زافونتاج كله. قالت لي انا ما عنديش مشكل، حيد هادشي كله.
فهذه واحد الانسانه متناسقه مع المرجعيه ديالها، كتعتبر انها راجل بحال راجل، غير فقط عندهم جنس مختلف. لكن الاخرين كيقول لك لا حنا بغينا نحيدوا، بغينا المساواه، ولكن هذه الامتيازات خليهم لنا. هادو معظم الفصيل بحال هكا، يعني ما عارفينش الفلسفه، ماشي متناسقين مع الفلسفه ديالهم، في حين ان الفلسفه ديالهم ليبراليه، علمانيه ليبراليه، حيت الفلسفه ديال العلمانيه هي الليبراليه من الناحيه الفلسفيه، بمعنى ما كاينش شيء زوين مزيان وشيء ما مزيانش، اخلاقي غير اخلاقي، كاين المنفعه. فبالتالي هذه المنظومه الفلسفيه خصها نظام حكم اللي هو العلماني. هذه القضيه ديال الاسره الممتده اللي قال السي ابراهيم وراه في الاخر قالها، وان الراسماليه لا تؤمن بالاسره اصلا. صحيح. انا كمنظومه راسماليه شنو اللي احسن ليا؟ واش نبيع دار ولا جوج؟ نبيع سياره ولا جوج؟ ماشي جوج، نبيع ثلاجه ولا جوج؟ لا، واحد الولد حتى هو غير شرعي، حتى هو غيخرج جوج، اذا ماشي جوج. فبالتالي خاصنا تفكيك لاتوميزاسيون، تفكيك المجتمع الى اقصى حد. فهذه المساله ديال المرجعيه، الفرق بيننا وبيناتهم هو اننا حنا ضابطين المرجعيه ديالنا والهويه ديالها، وعارفين العواقب ديالها والاصول ديالها، وعارفين ان الا قلتي العلمانيه كتضرب في جذور الدوله اكيد مباشره، يعني كتضرب في الهويه ديال الدوله والكينونه والسبب باش تاسست، اللي هو سبب ديني. ملي بغيتي تحيد هذاك السبب الديني، بغيتي تحيد الفصل ديال الدستور ان الدوله دين الدوله هو الاسلام، فكتضرب في الشرعيه، اكيد كتضرب في كل شيء، كاع المنظومات ديال الدوله كتضرب فيهم. ولكن كاين املاءات، كاين قروض ربويه، كاين دعم بملايين الدراهم للجمعيات النسويه، ويعني الوثائق موجوده لمن يطلبها الى غير ذلك. وهذه المسائل كتؤدي لان الاسلام ينقض عروه، يعني دقه. صعيب اللي غيجي يقول لك بحال هذيك اللي جلست معها في ذاك النقاش راديو، قالت لك انا ما عنديش مشكل، مستعد نحيد كل شيء. واضح. استاذ ابراهيم، دور العلماء الدفاع عن المرجعيه بين الامس واليوم، كان واحد الموقف صراحه مشرف، توصيه رابطه علماء المغرب اللي طلبوا في جميع مجالات الحياه، من سواء تعلق او بالسياسه، الفن، الثقافه، الاعلام الى اخره، النقابات، حقوق العمال، غير ذلك، المسائل الداخليه الخارجيه. اليوم كاين يعني خفت نوعا ما صوت العلماء كما يقول بعض المحللين. هل تتفق مع هذا الطرح؟ بطبيعه الحال هو العلماء حاضرين، ماشي ما حاضرين، ولكن الحيز المعطى لهم في الدولة الحديثة التي أسسها اليوطي هو حيز كيخضع العلمانية اللي هي أسسها. لأن دابا ملي غنقول لك مثلا، غنقول لك مثلا بحال المكي الناصري مثلا رحمه الله، غنقول لك بأنه التكوين ديالو قانوني وعنده تكوين شرعي كذلك، ياك؟ وفين غتحطو في البرلمان؟ فين بغيتي يخدم؟ ماشي حيت هو ما تعرفش، ولكن فين بغيتي تحطوه كعالم. اذا ما نقدروش نحطوه في المؤسسات مثلا القضاة، كان خصهم يكونوا كلهم علماء. لو كان توحيد المرجعيه، اذا غنوليو نلقاو القضاة مازالين كيأديو داكشي، ويكون عندهم تكوين عصري. العالم كيمكن يلقى وجوده في الدوله الحديثه بشرط ان تتم ملائمه القوانين المغربيه الفقه المالكي كما كان. وملي كنقولوا هكا، العلمانيين كيبداو يديروا داك التشغيب، حنا كنعرفوا داك التشغيب ديالهم، بغيتوا ترجعونا للجمال حليب البولد الناقه، ديك الهضره الخاويه اللي هي ما علم ما والو. وكأن الإسلام زعما ما عطاش مثال حضاري في بناء الدول، كيحكم 3-4 ديال القارات، زعما ما كانش زعما شي حاجه جديده. اذا هما بالنسبه لي انا هما تيحاولوا ما امكن ان تهويل استاذ ابراهيم. لا، هو ماشي تهويل، هو تهويل، وفي واحد الجانب صغير من الحق ناتج هذاك الغياب العلمي على كثير من الامور. مثلا الدوله في تكوينها لا تحتمل خطابه. مثلا نعطيك مثال، اضطر وزير الاوقاف من بعد 11 سبتمبر، من بعد 11 سبتمبر نيت، ومن بعد بدات الاحداث الداميه اللي كانت في المغرب، انه يدير دليل الامام والخطيب. وبقينا غاديين تحيدنا المسجد من كل ما هو فكري، ثم حيدناه من كل ما هو سياسي. اذا مفهوم العلمانيه تم الضغط به في الحرب، في خضم المرحله ديال الحرب على الارهاب، وتم تحييد سميتو العالم من كثير من المضامير، وبقى فقط في الوعظ والارشاد والمشاركه. الا كانت شي مشاركه فكريه ضعيفه جدا. حتى نرجع معك للعلماء،
العلماء فين كانوا بعد الاستقلال؟ كانوا في الرابطه المحمديه، كانوا في رابطه علماء المغرب. رابطه علماء المغرب هي تتكون من مجموعه جمعيات اللي كانت كتنضوي تحت العلماء، وهاد العلماء راه هما اللي جابوا الاستقلال، هما اللي كانوا كيأطروا الاستقلال، هما اللي كانوا كيخدموا الاستقلال. والدليل هو ان سيدي عبد الله قنون ولا المكي الناصري احد رؤساء الرابطه اي اللي كانوا رؤساء الرابطه. من بعد وجدنا ملي جا الضغط في الموجه الثانيه بعد 11 سبتمبر، العلماء زدنا ضايقناهم وحيدنا رابطه علماء المغرب ولا الرابطه المحمديه للعلماء. شنو وقع في هذا الاطار؟ هو ان تم الهيكل اللي كنا كنشوفوا مثلا في الجريده ديال الميثاق، تلقاو سيدي عبد الله قنون تيتحدث على الخمر، تيتحدث على داكشي اللي كيدوز في التلفازه. نرجعوا للافتتاحيات، نرجعوا للمؤتمرات، هناك واحد المجلد فيه مؤتمرات الرابطه، نرجعوا كل المطالب، انا كنقول كل المطالب اللي كانوا كيطالبوها تندرج ضمن خانه ملائمه القوانين المغربيه الفقه المالكي في كل شيء. نرجع لواحد النقطه لو سمحتي يا سي مختصر، ربما دهمنا والمخرج. لا مهمه واحد النقطه ذكر سي طلال، ذكر هوبز، لان هي مهمه جدا، لان دائما العلماء كيبقاو يقولنا الفلسفه. علاش يهضروا على الفلسفه؟ لان الفلسفه هي الاليه التي تحطمت بها الشريعه في اوروبا والعقائد في اوروبا. هذا معروف، واللي بغى يعرف هادشي يمشي يرجع للحركه الانسانيه ويدوز الامتداد في الاصلاح الديني، ويمشي حتى لفلسفه الانوار، ويمشي يكمل حتى الاعلان العلمانيه في 1906 اذا ما خفتش الذاكره ولا 5، ثم يمشي حتى انهم يحيدوا العيالات الحجاب. هذا التطور ديال العلمانيه واصله هو في الفلسفه ديالهم. فبالتالي ولات الفلسفه صارت ايديولوجيا، وهي كتحارب الايديولوجيا في ابعادها. فشنو ولات الدوله عندها فلسفتها. بالتالي ملي بغاو يحيدوا الحجاب للمراه، وهذا ضد قيمه القيم ديالهم اللي هي الحريه الفرديه، شنو وقع باش عللوه الحكماء الأربعين باش عطاو لرئيس فرنسي باش يحيد الحجاب للعيالات؟ شنو قالوا له؟ قالوا انها تعارض وتناقض مرجعيه الدوله العلمانيه. اذا صارت المرجعيه العلمانيه حاكمه الحريه الفرديه. ألا تعود عندنا احنا المرجعيه الاسلاميه حاكمه على ما دخل سرا وبدون جمرك المغرب؟ أنا علاش ذكرت هوبز؟ باش نربطوا بأفلاطون. أفلاطون في الجمهورية يتحدث على أن الحكام يجب أن يكونوا هم الفلاسفة، وأنهم يكون بيناتهم واحد الشيوعية في النساء، ما كيتزوجوش وما يكونش عندهم ملكية خاصة. قال لك علاش؟ قال لك باش ما يتشغلوش على تدبير الحكم، لا ما يكونش عندهم حوافز دنيويه. هي هذه الحوافز الدنيويه. اذا حنا كنوجدوا بخلاف ارسطو، ولكن بالنسبه لافلاطون تيقول هذه الفكره. لهذا كنوجدوا ان الفلاسفه اللي جاوا باش يحيوا الارث اليوناني كيحيوا فيه الجانب المادي، في حين كانت افكار اخرى تنتصر للقيم والاخلاق مثاليه. ولكن ما رجعوش ليها. فين رجعوا هما؟ رجعوا للجانب الوثني والجانب المادي، وحاولوا ما امكن انهم يعاودوا يبنيوا به تصور جديد. والمآل ديالو شنو هو الذي نرى في اوروبا. اذا السؤال العلماني، السؤال العلماني، واش حنا غنوصلوا فعلا لداك الشيء احسن من داك الشيء اللي وصلت له اوروبا بتطبيق العلمانيه؟ الجواب خصنا جواب. اذا كان تطبيق العلمانيه راه كاين مالي علمانيه، السنغال علمانيه، اي خلاص كازاخستان علمانيه. كنهضروا العلمانيه في بعدها راسمالي ليبرالي المطلق. استاذ ابراهيم، يقال ان الدول الاوروبيه تقدمات. ودابا الناس اللي كيشربوا النموذج المدني لا هذا موضوع اخر، لان نهضروا على ماليزيا تقدمات ونهضروا على الدخل الفردي عندهم مرتفع. الا كانت العلمانيه كتقدم، علاش مالي علمانيه كتكلموا غير بجانب سلبي؟ كاينه وجوانب ايجابيه. لا ولكن التقدم اللي وقع تما ما وقعش. اولا ما معنى التقدم؟ نعطيني التعريف ديال التقدم. واش التقدم المادي ولا المعنوي؟ لان ملي كتلقى العلاقات الجنسيه والشذوذ كتكلموا غير على الجانب، ما كتكلموش على الجانب الاخر. والطبقيه ملي كتلقى 1% ديال الناس عندهم 99% ديال الثروه الى غير ذلك. اعطيني التعريف ديال التقدم. اعلى نسب الانتحار اوروبا، اعلى نسب الانتحار في اسيا اليابان. فاعطيني التعريف ديال التقدم. اعلى نسب ديال الطلاق اوروبا امريكا، اعلى نسب ديال الاطفال خارج اطار الزواج فرنسا. فشنو هو التقدم؟ على حسب التقدم المعيار اللي كنعطيوه. فبالتالي هذه مساله كيزلقوا فيها بزاف الناس فقط ببغائيه، يعني ما كاينش التقدم. خصنا نعطيوه التعريف ديالو.
عاد باش نعرف شكون اللي تقدم. واذا كانت العلمانيه حل، فلماذا مالي والسنغال وتشاد وجمهوريه افريقيا الوسطى وكازاخستان هذو كل دول علمانيه بالدستور كلها متاخر، هي المتاخره في العالم. خليني نكمل الطرح باختصار شديد. هو ان الجانب اللي كتحدث عليه اللي تحدثتي عليه استاذ نبيل هو التقدم التكنولوجي، التقدم مادي المادي. لا انا ما بغيتش نمشي للجانب الفلسفي ديالو. هو التقدم التكنولوجي ما عندوش اشكال مع الاسلام. الاسلام ما عمره يقول لك ما ديرش الصاروخ، الاسلام ما عمره غيقول لك ما ديرش المنتجات، ما ديرش الثلاجه، ما كاينش. هذه هضره تروج من طرف العلمانيين، وفي نفس الوقت كيعيبوا على المشايخ اللي عايشين الحياه اللي عندهم تكنولوجيا والطوموبيلات. فهذا نسميوه النفاق العلماني، نسميوه القتال العلماني، الغزوات العلمانيه على الدعاة وعلى الجانب الاخر مزري بكل من يدعي الفكر. لهذا خصنا دائما نتكلموا الا كنا تنتحدثوا على التقدم التكنولوجي، فالتقدم التكنولوجي لا دين له. نحن نتحدث على النظم وعلى المرجعيات في بعدها اللي كتخلق السعاده للانسان. يعني التقدم تراكم بشري الحال. والا واش بغينا نقولوا الطياره ما ساهموش فيها المسلمين من ناحيه المبادئ؟ بغينا نقولوا الرياضيات كانت في واحد المرحله، الكيمياء. اذا التقدم التكنولوجي غير ما نبقاوش ندخلوا. واضحه. في الختام دكتور طلال، هل هناك آفاق كي نصير دولة متطورة حداثية بواحد المعنى معين ونحافظ على التراث وعلى الموروث ونعتز بالمرجعية؟ لا، هو الحداثه ما يمكنش تبناها. غنبداو الحلقه من جديد نتكلم على الحداثه الفلسفي. من الجانب الفلسفي الاسلام لا يتوافق مع الحداثه السائله، لان الحداثه السائله لا بدأ لها. لكن الا تكلمنا على الحداثه من الجانب التكنولوجيا، التقدم التقني طبعا هذاك التحديث، هذاك فقط هذاك تحديث تقنيات، هذيك اشياء يعني لا كما قال السي ابراهيم يعني لا دين لها. لكن الآفاق هو انه في حقيقه الامر الا بغينا نفهموا لماذا الاسلام يحارب اليوم من طرف القوى الرأسمالية والليبرالية والعلمانية إلى آخره، فلأنه يشكل بديلا أخلاقيا متماسكا منسجما للتسيب الواقع في الدول اللي تبنت هذا الفكر الليبرالي، واللي في الحقيقة ما عنده حتى شي آفاق من غير السيولة اللي ما بعد الحداثة اللي أسس لها نيتشه. فبالتالي إلا بغينا نكون واحد دولة متقدمة متطورة بالمفهوم الصحيح السليم للتقدم والتطور، نعطيك غير من الجانب الاقتصادي. اقتصادي ربوي، هلكة وطبقية وفقر في العالم وإسراف وإنتاج غير موزع بطريقة عادلة. الاقتصاد الإسلامي راه كنقيلوا نهضروا في هذا الشيء، كيعطيك واحد البديل. إلا خديتي الجانب الاقتصادي، هذا تطبيق الشريعة كيعطيك واحد الحل اللي هو متماسك أخلاقي. خديتي الجانب الاجتماعي، خديتي الجانب الأخلاقي في جميع الأصعدة. ثم هذه مسألة عقدية، مسألة واش كتآمن بالله وما أنزل وما شرع أما كتآمنش. في الأخير كتولي مسألة عقدية. ولذلك مساءلة المرجعية خصنا دائما نحطوها كنقطة بداية ونقطة نهاية في أي حوار مع هاد الناس. أما الدخول معه في تشعبات ديال الفروع ضيعت الوقت. طيب أستاذ إبراهيم، في الختام، هل هناك آفاق كي نصير دولة متطورة مع الحفاظ على التراث والموروث ونعتز بمرجعيتنا الإسلامية؟ شفت في السؤال ديالي حذفتي الحداثة. لا، لأن خدات واحد المعنى انا ما قصدتوش في السؤال، لان المقصود بالحداثه هو التحديث والتطوير، ماشي هو الحداثه في شق الفلسفي. هي صحيح دابا وين كان تسليم بهذا المصطلح هكا. شوف، هو التطور يمكن لك تطور. هذا الشيء لا يناقش. علاش؟ لان التطور مساله اخذ بالاسباب مع توفر مبادئ كبرى اللي بحال العداله، بحال توزيع العادل الثروات، بحال النظام المحكم، بحال الحكامه الجيده. هذه كلها امور هي كاينه عندنا في الاسلام، والاسلام ما عندوش مشكل انها تكون في قوانين، وما عندوش مشكل تكون في هذاك. اذا من الناحيه النظريه ممكن، لكن خصها شروط بالنسبه للامر الواقعي. اننا خصنا بعدا تولي عندنا استقلاليه كامله على المنظومه الراسماليه الكبرى، حتى اذا كانت بعدا، لان كنلقاو الدول اللي هي تقدمات حاولت انها تخفف من الارتباط والارتهان للصناديق الدوليه. اذا ما يمكنش تجي عندي تقول لي انا لا زلت عندي مديونيه وتتفرض عليا املاءات، وكتقول لي مازال عندي مسائل فكريه كتحدث لي هذا التناقض في المرجعيه، وتقول لي ان الانسان المغربي تيمكن له انه يكون انسان يساهم في التطور ديال البلاد. صعيب، مكبل، المغربي مكبل.
كتحس به مكبل في كل شيء، مكبل بالنظام المالي اللي هو فيه، بسياسه التفقير اللي كاينه ومليه من برا، لان اقتصادنا احنا مرتبط ملي دخل الاحتلال وحنا مازال مرتبطين بالاقتصاد الدولي، هذه ما نكروهاش. الثروات ديالنا الكثير منها مازال تستلب. اذا حنايا امام واحد الوضعيه ما نبقاوش نرجعوا للدين او نرجعوا للانسان المسلم او الانسان اللي الاسلام هو السبب في التخلف، وانما السبب في التخلف هم الذين يجعلوننا في هذه الوضعيه ديال التناقض، والوضعيه اللي ما عندها حتى شي هويه. بالتالي اي واحد مثلا كنقولوا الدول كلها تطورت، علاش؟ لان رجعت للغتها وانها قرات الرياضيات بلغتها ومشات. حنا عندنا اشكاليه في السياسه اللغويه، بل عندنا بلقنه باللغه، ودابا الان حنا غاديين نحو بلقنه العقيده، وبالتالي المكون العبري غياخذ واحد الموضوع واحد الاتجاه اخر، والمكون الامازيغي هو غياخذ واحد الاتجاه اخر، والمكون العربي ياخذ اتجاه اخر. اذا نحن الان كنزرعوا كل البوادر باش ما يكون التقدم القدام. اذا خصنا نفصلوا في هذه الامور هذه كلها، عاد يمكن نتحدثوا على التقدم، يمكن نتحدثوا على ضروري من حسب هذه المواضيع. متابعينا الكرام، وديتنا لو طالت قليلا دقائق هذا اللقاء، ولكن المخرجين يلزمون بالتوقف عند هذا الحد. باسمي واسمكم اشكر جزيل الشكر الدكتور طلال الحلو والاستاذ ابراهيم الطالب. شكرا لكم، وعلى امل اللقاء بكم في حلقه قادمه. هو نبيل غزالي يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.